إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تأملوا يا عباد الله في هذه الآية كيف قارن الله جل وعلا الخروج من الأوطان والديار في القتل في شدته ومشقته على النفوس. فكأنما القتل يا عباد الله شديد وشاق على النفوس، فالخروج من الأوطان والديار أيضا شاق على النفوس. وهذه من محبة الأوطان والفطرة التي فطر الله الناس عليها. فطر الله جل وعلا كثيرا من الخلق على هذه الفطرة. ألا ترى يا عبد الله أن الإنسان إذا سافر وخرج من وطنه تنازعه نفسه إلى الرجوع؟ ولهذا قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما قاسيت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. قال أنا ما في حاجة قسد علي إلا من مفارقة الأوطان والديار. لما تقوم تفارق ديارك تنزح منها، أو تفارق وطنك وتنزح منه بسبب الحرب. هذه الغريزة أيضا تحركت في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ورقة بن نوفل: يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. بيطلعوك، قال لي أنا يا ليت أكون حي وأكون جزع في الوقت ذاك لأنه قومك حيطلعوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم حيطلعوني؟ رواه البخاري. قال الصالحي رحمه الله في سير الشامية: وفي هذا دلالة على حب الوطن وشدة مفارقته على النفوس، لأنها تحركت في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له الخروج منها. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتوطن في المدينة النبوية دعا ربه جل وعلا أن يحبب إليهم المدينة
كحبهم مكة أو أشد. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما جاء المدينة دعا ربنا عز وجل إنه ربنا يحبب له المدينة دي، وده حب الوطن يا جماعة، زي ما كان بيحب مكة. فقال في حديث صحيح: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة. حديث متفق عليه. قال ابن كثير رحمه الله: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه جل وعلا ليحببه مكة، وذلك لأن حب الأوطان يعتبر من الدين، من دين الله تبارك وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة، وهذا الحب جبلت عليه النفوس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء في أدراج المدينة، يعني درجات المدينة، لما يكون مسافر ويجي يقرب من الحتة من المدينة النبوية فبيوضع الناقة يخليها تسرع، وإذا كان راكب دابة أخرى يخليها تتحرك. وهذا كله قال العلماء دلالة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، ودلالة منه عليه الصلاة والسلام إلى حب الوطن. عشان كده يا جماعة الإنسان دائما يضع في قلبه ومنصب عينيه حب الوطن وحب الديار، وذلك بأمور نقولها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حب الوطن والديار يعني نتعاون مع بعض عشان نعمر ونبنيه في جماعة، كما قال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حبنا للوطن وللديار اللي كنا ساكنين فيها يدعونا إلى التعايش السلمي فيها، نكون عايشين في الحي وفي الفريق وفي الوطن من غير قبلية ومن غير عنصرية ومن غير جهوية. وهذا ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية فخرها بالأنساب والأحساب. وقال الشاعر: اتق الله ولا تترك التقوى على النسب، فإن الإسلام رفع سلمان فارس ووضع الشرك الشريف أبا لهب. حبنا للوطن وللديار يدعونا إلى أن ننظف النفوس، نفسنا تكون نظيفة، قاعدين في الحي ما في غل، ما في حسد، ما في بغضاء، ما في تنافر. وهذه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. خليكم عايشين أخوان مع بعض عشان ننمي ونعمر. حبنا للديار وللأوطان يدعونا إلى نظافتها وتنقيتها من الرذيلة، أماكن الإجرام، أوكار المخدرات وغيرها من الأشياء التي تفسد علينا وتعكر علينا جونا أو الأجواء الصافية. عشان كده يا جماعة دائما التعاون على البر والتقوى من غير تعصب ولا تنفر هو من الفوائد العظيمة والفوائد الجليلة التي دعا إليها الإسلام. عشان كده
أنا حبيت أذكر الآثار في بداية الخطبة عشان ما في زول يقول الكلام في الوطن سياسة أو حب الوطن من السياسة. لا، ده ما من السياسة، لأنه المنابر اللي تعودنا فيها ما نتكلم في السياسة. لكن حب الوطن والتعمير ده من الإسلام ومن الدين الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبنا للوطن يدعونا إلى عدم الخيانة التي نهى عنها الإسلام ونهى عنها الشرع ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الآيات والأدلة التي نهى فيها الشارع عن الخيانة للأوطان وللديار. لذلك أبي الفاضل أخي الكريم، إنما يكون العمار في البنيان وفي الحياة وفي غيرها بالتعاون، وكل ذلك يدعونا إليه الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا عايشين هنا في زمن عجيب، في لحظات عجيبة، لولا الله جل وعلا أرشدنا إلى التعاون. ومنكم من كثير المصلين يذكر كم الناس تعاونت مع بعض ووقفت مع بعض وخدت أمل الوطن والديار أولا، مع إننا فقدنا، لكن برضو الناس عبرت وصابرت بذلك التعاون الذي كان في تلك اللحظات. وده بيعتبروا الناس من صميم دين الله تبارك وتعالى ومن صميم حب الديار حب الديار الذي دعا إليه الإسلام ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده نسأل الله جل وعلا إنه يوفقنا ويعيننا على تقديم كل خير وكل شيء جميل للوطن أولا ثم للديار وللأوطان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العباد، أمنا بأمنك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا إلى تحكيم شرعك الكريم. اللهم انصر قواتنا المسلحة يا رب العالمين، سدد رميهم، تقبل شهداءهم، فك أسراهم يا رب العالمين، وفقهم إلى ما فيه الخير والصلاح لهذه البلاد يا رب العالمين، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على تطبيق شرعك الكريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.